بناء على طلب الزميل المحامي الأستاذ علي كولو، ومن خلال محادثة معه فقد طلب مني الحديث عن سبب نفي جدنا باكراغ البرازي وعائلته وعائلة إسماعيل باشا الملي إلى عكا في فلسطين عام 1818. وبناء على طلب أسرد لكم الحادثة. كان إسماعيل باشا الملي متصرفا لحماه أي محافظ، وكان جدنا باكراغ البرازي قائد الحامية العثمانية اللي هي فرقة عسكرية والموجودة في حماه. اتفق الاثنان على القيام بانقلاب ضد الحكومة العثمانية، وفي اليوم المحدد بأوائل حزيران 1818 توجه باكراغ من حي البرازية على رأس الحامية باتجاه السرايا، إلا أنه وقبل وصوله إلى السرايا التي كانت في منتصف المدينة جاءته الأنباء بأن الانقلاب قد فشل، وأن إسماعيل باشا الملي قد قتل ورأسه مقطوع موجود على سطح السرايا. عندئذ عاد جدنا باكراغ البرازي أدراج الرياح وتوارى عن الأنظار ليصدر فرمان سلطاني بنفي جميع عائلة الملي والبرازي إلى عكا. وكانت العبارة التركية المتداولة عائلة وأقرباسية، أي يعني العائلة والأقرباء إلى المنفى، أي عائلة إسماعيل باشا الملي وباكراغ البرازي وأقربائهم. إلا أنه وبعد تدخل مفتي الديار العثمانية آنذاك فقد اقتصر النفي على عائلة إسماعيل باشا الملي وعلى باكراغ البرازي وعائلته، إلى أن عادوا جميعا عام 1832 إلى حماه مع إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكبير والي مصر. حاليا يوجد لنا أقرباء في عكا في فلسطين، حيث أن جدنا باكراغ البرازي تزوج فلسطينية من عكا، وعندما رجع مع إبراهيم باشا إلى حماه عام 1832 فقد اختار زوجته الفلسطينية البقاء في عكا مع أولادها. فيما يلي صورة مرسوم والي الشام بنفي المليين والبرازية من حماه، مؤرخ في 24 شعبان 1233 الموافق 28 حزيران 1918. أما هذه الصورة فهي عن وثيقة كتبت بخط المرحوم ظافر الحوراني الذي كان رئيس ديوان المحكمة الشرعية، وقد عثر على المخطوط القاضي بنفي عائلة الملي والبرازي من بين محفوظات المحكمة الشرعية، ونسخها بخط يده منذ أكثر من 70 عاما، لأنه لم يكن يوجد آلات تصوير المستندات في حينها. وأنا استحصلت على صورة عن تلك الوثيقة التي رسمها التي كتبها المرحوم ظافر الحوراني. سأقرأ فيما يلي صورة المرسوم لأنه صورته غير واضحة. صورة مرسوم والي الشام بنفي المليين والبرازيين من حماه من سجل المحكمة الشرعية. قدوة القضاة والحكام معدن الفضل والكلام، مؤيد الشريعة الشريفة المطهرة. نقاط، لأنه هون في عبارات بجزء أنا مفهومة حاطة نقاط. قاضي أفندي زيد فضله، وعمدة العلماء والمدرسين مفتي أفندي زيد علومه، وفرع الشجرة الزكية نقيب الأشراف زيد شرفه، وافتخار الأمراء الكرام متسلمنا بها حالا السيد سليم بيك زيد مجده. نقط. علماء ومدرسين وفقهاء ومحدثين ووجوه البلدة وأعيانها وضابط نقط تحيطون علما تدركون فهما، هو أنه بتاريخه ورد لنا فرمان عالي الشان من نقط طائفة الملية والبرازية القاطنين بحماه وبالأمور المغايرة نقط بأيام ملو إسماعيل في حق الرعاية ودايع رب البرايا والشقاوة المغايرة رضي الله ورسوله، أن جميع الملية والبرازيل الموجودين بحماه وينفوا منها ولا يبقى منهم أحد بمدينة حماه، ترتيبا وجزاء بما قدمت أيديهم، فبناء على الأمر العالي ومنطوقه الشريف أصدرنا لكم مرسومنا هذا على يد رافعه والأمر العالي على يده، والمراد وصوله إليكم مهما كان بمدينة حماه من طائفة الملية والبرازية جميعا، حالا ترحلوهم وتنفوهم من مدينة حماه، لا تبقوا منهم أحد، لا كبير ولا صغير ولا جليل ولا حقير، بل تطردوا جميعا منهم، حيث أنه لا يبقى من الطائفتين المذكورتين في حماه أحد ولا لهم بحال ذكر يذكر أبدا مطلقا، فتكون بموجب الأمر العالي وإلى مخالفته مجانبين. معاذ الله تعالى إن كان يطرق مسامعنا أن أبقيتم منهم أحد وصار مخامرة أو مداجاة في إبقاء أحد منهم في حماة، لا تقدروا على رد الجواب وتندموا غاية الندم.
فتكون بالاتفاق والاتحاد قلبا وقالبا، يدا واحدا وحالا واحدا في إنفاذ الأمر العالي، واحذروا من التراخي والقصور غاية الحذر. فبناء على ذلك أصدرنا لكم مرسومنا هذا من ديوان الشام المحروسة على يد رافعي مفخر الأماثل والأقران، فبوصوله ووقوفكم على مضمونه تعملوا بموجبه وتتحاشوا مخالفته، واعلموا ذلك واعتمدوه غاية الاعتماد والحذر، ثم الحذر من الخلاف. 24 شعبان 1233. التوقيع لم يقرأ. يعادل، طلع لها على الكمبيوتر، 28 حزيران 1818.